السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بشرى في البيت. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنبارطاجي معكم كرواسون بالطريقه اللي سهله وناجحه من اول تجربه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غنبداو بسم الله في المقادير ديال العجين. غنحتاجو 400 غرام او 4 الكيسان بالعبال كاس العنبه ديال الطحين ديال الفورص، ومن احسن تكون نوعيه مزيانه. غنحتاجو واحد الملعقه كبيره ديال خميره الخبز. غنحتاجو 3 معالق ديال السكر سنيده، وبالنسبه للاخوات اللي كيبغيو الحلاوه شويه يستعملوا 4 المعالق. غنحتاجو واحد الخنيشه ديال الخميره ديال الحلوى. غنحتاجو 4 كاس ديال زيت نباتيه مع شويه ديال الملحه، وبياض بيضه. بالنسبه لصفار البيض كنحتفظ به حتى الاخير. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو. غنجمع العجين بالحليب، تقدروا تجمعوه غير بالماء. بالنسبه للاخوات اللي ما متوفرش عندهم الحليب استعملوا غير الماء اللي كيكون دافي. وحتى الحليب البنات كندفيو، دابا الجو بارد من احسن نستعملوا الحليب ولا الماء يكون دافي. هنا كنضيف الزيت وكنضيف عليه البيض ديال البيض. بالنسبه لصفار البيض كنحتفظ به حتى الاخير، غندهن به كرواسون. هنا غنجمع العجين بالحليب. العجينه البنات ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه، عجينه عاديه. بالنسبه لهاد الكميه ديال الطحين استعملت كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي. كاس واحد ديال الحليب البنات جمع ليا العجينه مع بياض بيضه وتقريبا واحد 60 ملي ديال الزيت. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو في العجين ديال الكرواسون. كتجي رائعه، كتجي مثل العجين ديال مثل الكرواسون اللي كتباع في المخبزات. البنات جربوها وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على جميع المراحل. بالنسبه للطريقه سهله بزاف، خليكم مع الفيديو. غنجمع العجينه ونرجع معكم ما نطولش عليكم. بعد ما كنجمع العجين كيصبح عندي على هذا الشكل، كندير واحد المده ديال 2 دقائق وكنجمع العجينه وغنغطيها بالبلاستيك وكنخليها تخمر. وغندوزو نحضروا الزبده اللي غنورقوا بها العجينه. هنا كناخذوا الزبده. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الزبده هكا ديال التوريق يستعملوها. انا خديت الزبده لذة هي اللي غنورق بها العجينه. كناخذها كنقطعها كمرسوات، كنضيفها فواحد البلاستيك وكنقطعها مرسوات وغنطلقها شويه بالمدلك وكندخلها المجمد هكايا تقبض شويه باش تساعدني في التورق ديال العجينه. كندخلها واحد المده ديال 5 دقائق هكا المجمد بين ما قبطات هكا شويه، وكنخرجها بين ما خمرات العجينه وضاعف الحجم ديالها. هنا كنقاد ليها الوجه ديالها هكا وكنغطيها مزيان وكندخلوها للمجمد. كنخليوه حتى كيخمر العجين ويضاعف الحجم ديالو كما كتلاحظوا معايا في الصوره. كنهبط الهواء اللي كيكون فيه وغندوزو لطريقه التحضير. كناخد العجين بعد ما كيخمر ويضاعف الحجم ديالو كنستعمل شويه طحين ديال الفورصه البنات، شويه طحين او الفرينه، وكنطلق العجينه كما غتلاحظوا معايا على شكل مستطيل. كنورقها بعد ما كنطلقها. كناخدو الزبده بعد ما كنجبدها من المجمد كتقبط هكا البنات شويه كما كتلاحظوا معايا، وغنضيفها وسط العجين. لا تبعتوا هاد الطريقه من الاول حتى الاخر ان شاء الله غتستغناو على شراء ديال الكرواسون من المخبزه. هنا كنضيف الزبده وكنطوي عليها العجينه البنات على هذا الشكل. انا خليت الفيديو هكا، انا خليت الفيديو عادي ما زرفتش به باش هكا يكون واضح لكم البنات. كنضيف هكايا العجينه وكنطويها، كنعاود نطويها وغنطلقها. بالنسبه للطريقه واضحه. كنحاول نسد على الزبده باش ما تخرجش لي في سطح العمل. بعد ما كنطلق العجينه هنا غنطلقها على شكل طولي كما غتلاحظوا معايا. كنرش شويه طحين باش ما تلصقش لي العجينه في سطح العمل وكنطلقها على شكل طولي. بعد ما كنطلقوا العجين على هذا الشكل غنطويها البنات. بالنسبه نطويوها الطيه الاولى وكنجيب الطيه الثانيه كما كتشوفوا معايا، وغنعاود نطلقها بنفس الطريقه على شكل طولي. كنرش شويه ديال الطحين، كميه قليله من الطحين ديال الفورص. غنطلق العجينه ونرجع معكم، خليكم مع الفيديو. بعد ما كنطلق العجين المره الثانيه كنطوي على هذا الشكل كما كتشوفوا. كنحاول نطوي الجهه الاولى وكنطوي الجهه الثانيه البنات.
كنتمنى يكون واضح ليكم. هنا ما زرفتش في الفيديو باش يكون واضح بالنسبه للمبتدئات اللي بغاو يجربوا هكا كرواسون وما كتنجحش معكم. جربوا الطريقه هذه المره الثانيه البنات، مازال ليا المره الثالثه بنفس الطريقه. كناخذ العجين وكنطلقها على شكل طولي. بالنسبه للعجينه البنات الجو كيكون بارد، الزبده كتخدم هكايا بسهوله. عوض الجو سخون الزبده كتبقى كتخرج مره كنحاولوا ندخلوها للثلاجه. هنا كنطويوها المره الثالثه البنات بنفس الطريقه، وغنغطيها بالبلاستيك وغنخليها واحد المده ديال 15 دقيقه، وعاد نرجع نكمل الطريقه ديال الطياب ديالها. هنايا البنات المره الثالثه، هذه المره الرابعه غادي نطلقها وغنشكلوها على الشكل اللي بغيتو. تقدروا البنات ديروها شنيك او ديروها كرواسون. هنا كنحاول نطلقها على شكل مربع البنات. في الاول كنطلقوها على شكل طولي مستطيل، وهنا غنطلقها على شكل مربع كما غتلاحظوا معايا. كنحاول نطلقها ما تكونش الحجم رقيق وما يكونش غليظ بزاف. هنا بعد ما كنطلقها كيكون السمك واحد سنتيم كما كتشوفوا معايا. هنا كنحاول نقطع عليها الجناب ديالها باش ملي كطيب كيبانوا هكا التوراق. كنحاول نقطع ندور كاع الجناب نقطعهم. وبالنسبه لهاد العجينه اللي غنقطعوا البنات ما نضيعوهاش، كنجمعوها حتى نعجنوها في الخبز هكا. بالنسبه للاخوات اللي كيعجنوا الخبز او ديروها مع المخمار كتجي زوينه، ما كنضيعوهاش نلوحوها. بعد ما كنقطع الجناب غنقطعها مرسوات البنات الحجم اللي بغيتو. انا درتهم كبار شويه، نتوما كيبقى على حساب الحجم. هنا قطعتها على 5 وكل وحده كنقطعها على 2 كما كتشوفوا معايا البنات. طريقه سهله بزاف بالنسبه لاي مبتدئه تقدر تجرب هاد الكرواسون. غير العجينه المره الاخيره حاولوا ترقوها، ما تخليوهاش غليظه باش ما تجيكمش مدقصه بزاف. هنايا كنحاول نجبد ليها هكا الراس ديالها مزيان كما كتشوفوا في الصوره. كندير واحد القطعه. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا فيهم الشوكولات او ديروا الشوكولات ديال الدهن كيبقى لكم كل اختيار. انا درتهم عاديين البنات، ما درت فيهم حتى حاجه. هنا كنطويها على هاد الشكل كما كتشوفوا معايا. كنحاول نجبد العجينه مزيان وكنطويها، وكنوجدوا الطاوه اللي غتدخل الفران كنضيفهم في الطاوه وكنخليهم يخمروا المره الثانيه واحد 10 دقائق او 15 دقيقه تيبان لي الضعف الحجم ديالهم. كندهنهم بصفار البيض اللي كنضيف ليه شويه الحليب وكندخلهم الفران. ضروري البنات الفران، واحد الملاحظه من الفران يكون سخون في الاول مزيان، شعله من الفوق ومن تحت على 200 درجه. يكون سخون اعلى درجه مزيان. غير كتدخلوا كرواسون كتنقصوا عليه على 160، كتنقصوا عليه على 160 من الفوق ومن التحت، وعلى حساب كل وحده الفران ديالها. هنا خليتهم خمروا حتى تضاعف الحجم ديالهم، دهنتهم بصفار البيض ودخلتهم الفران. الصراحه الجو كيحمقوا البنات. لا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لايكات وبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم باش تعم فائده، وخلوا لي الاقتراحات ديالكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. غنقول لكم بالسلامه عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.